السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. يا أخوان، شفت منشور للشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي. هذا المنشور يستنكر من خلاله مجزرة التضامن، ويدعو الدولة إلى محاسبة هذا المجرم اللي اسمه أمجد يوسف، متعاطف مع الشعب السوري ومع شهداء مجزرة التضامن. وبنفس الوقت تميم البرغوثي من أشد داعمين حزب الشيطان في لبنان، ومن أشد داعمين إيران، ومن أشد المهاجمين للشعب السوري. ووصفنا نحن بصهاينة العرب. ليش يا أخي نحن صهاينة العرب؟ لأن نحن موقفنا كان موقف حيادي أمام الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة. لأن تميم البرغوثي وأمثال تميم البرغوثي عندهم العالم منقسم لقسمين، وعليك حتمية الاختيار. إما أنت رح تختار الكيان الأزرق، إما حتختار إيران. وقفت على الحياد لحالهم، هن بحطوك إلى جانب أو مع جانب الكيان الأزرق. لازم نقف مع اللي هتك أعراضنا، ولازم نقف مع الذي سفك دماءنا، حتى تميم برغوثي يرضى عنا ويقول عنا ان نحن والله عم ندعم القضيه الفلسطينيه. ومثل تميم برغوثي العشرات والمئات والالاف. عبد الله الشريف من اشد داعمين حزب الشيطان والحرس الثوري الايراني. وانا متاكد يوم الخميس اللي جاي، اللي هو بكره، راح يعمل حلقه ويذكر من خلال هذه الحلقه امجد يوسف ويتعاطف معنا. وبتعرفوا اسلوبه جدا مؤثر. طب انا بدي اسالهم سؤال، لعبد الله الشريف ولتميم البرغوثي ولا سلامة عبد القوي ولا الذين لفوا لفيفهم، انتوا شلون مع الشيء وضده؟ يعني انتوا شلون متعاطفين معنا ومستنكرين مجزرة التضامن وضد او عم تهاجموا امجد يوسف، وبنفس الوقت انتوا مع الناس اللي دعموا امجد يوسف، انتوا مع الناس اللي ثبتوا حكم بشار الأسد النصيري الذي أفرز، مو أمجد يوسف، أفرز عشرات الآلاف مثل أمجد يوسف. شلون عندكم ازدواجية المعايير؟ شلون أنتم مع الشيء وضده؟ فسروا لي إياها. هن مو بس دعموا النظام النصيري، هن أيضا أفرزوا أمثال أمجد يوسف الآلاف المؤلفة. أورجوكم واحد هيك شيعي مثل أمجد يوسف، أورجيكم أمجد يوسف النسخة الشيعية. تفضلوا هي أمجد يوسف النسخة الشيعية ونفس مشاهد مجزرة التضامن. تفضل. هذا المجرم الشيعي العراقي اسمه حيدر الجبوري. ويقتاد رجل مسن سبعيني كان بياع فلافل إلى الإعدام. بياع فلافل عمره شي 70 سنة، اسمه منير عبد الحي. حيدر الجبوري يا اخوان كان لاجئ عنا في سوريا سنة 2003 2004 2005. بقي عنا في سوريا 3-4 سنين. وين كان عايش ومقيم؟ في مدينة النبك. اهل النبك استضافوه على العين والراس وفتحوا له الابواب. اشتغل واكل وشرب وعاش امن مستأمن. ورجع لنا بال 2011 حتى يرد لنا الجميل على رأس ميليشيات، ايش كان اسمها هي، ذو الفقار. انضم لميليشيات ذو الفقار الشيعية الإيرانية، وعمل بأهالي النبك مجزرة أكثر من 400 شخص، نصفهم تماما نساء وأطفال، نحرم بالسكاكين. إيش تفرق هي المجزرة عن مجزرة التضامن؟ بالعكس، هي أشد، هي ألعن. هديك 285، هي 400. واللي ارتكب هي المجزرة ميليشيات حزب الشيطان اللبنانية المقاومة، يا عبد الله الشريف، يا تميم البرغوثي، يا سلامة عبد القوي، وميليشيات ذو الفقار العراقية. أمركم عجيب يا أخوان، والله أمركم عجيب جدا. يعني جرحتوا الشعب السوري بشكل كتير كبير، وعم توصفونا بصهاينة العرب وصهاينة المعرف مين. والله لا يطلع علينا عبد الله الشريف مثل ما قلت لكم بكره ويتضامن معنا. خرايا عليكم وعلى تضامنكم، ما بدنا منكم فقط الا السكوت. خلونا مع آلامنا، نحن من داوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.